السودان دلوقتي مولعة حرفيا، حرب شغالة بين الجيش وقوات الدعم السريع، والوضع هناك بقى خطر ومتلخبط على الآخر. النهاردة هنتكلم عن الراجل اللي بقى اسمه في كل خبر عن السودان، اللي بدأ حياته تلميذ فاشل وانتهى بيه الحال يبقى أخطر وأغنى راجل في البلد. النهاردة هنعمل تقرير كامل عن محمد حمدان دقلو، أو زي ما الناس كلها عارفاه حمدتي. هو كان أخيب تلميذ في مدرسته، وعشان كده ما كملش تعليمه، ولحد النهاردة بيقرأ ويكتب بالعافية. اشتغل راعي غنم، وكان معروف بسرقة الحمير وهو صغير. بعد شوية بقى تاجر جمال، وكمان اشتغل في القماش. لكن لما عرف طريق الفلوس والقوة بقى مسؤول عن حماية قوافل التجارة من قطاع الطرق. كان زي ما بنقول كبير البلطجية. ولما البشير كان بيحارب في دارفور ضد الأهالي، جابوا هو والصبيان بتوعه وعملوا بيهم جيش موازي، ومن غير ما يدخل أي كلية عسكرية خد رتبة الفريق. الصبيان بتوعه بقوا قوات الدعم السريع، وطموحه موقفش. خان البشير لما حصلت المظاهرات، والسبب إنه كان عايز يبقى رئيس. حمدتي أقوى وأخطر راجل في السودان، عشان تحت إيده 100,000 جندي ماشيين بأوامره بينفذوا تعليماته. وفي نفس الوقت هو أغنى واحد بسبب سيطرته على أكبر مناجم الذهب اللي بيطلعها ويبيعها من غير ما حد يقدر يقول له حاجة، والفلوس بتروح لبنوك بره. كمان عنده مجموعة شركات ضخمة في الاستثمار والتعدين والنقل وتأجير العربيات والحديد والصلب، وكل الفلوس دي تحت إيد إخواته وقبيلته. أما بقى إزاي التلميذ الفاشل وتاجر الجمال بقى برتبة فريق؟ فالبداية كانت وقت حرب دارفور. ساعتها الرئيس عمر البشير قرر يعمل ميليشيات تحارب المعارضين والمتمردين، وهنا ظهر حمدتي برجالته وعملوا ميليشيا خاصة بيهم. وبعدها ارتكبوا أبشع الجرائم لدرجة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، كل ده عشان يرضي البشير اللي عجبه حمدتي جدا، وقرر يخليه جنبه عشان يخلص له على أي حد يعارضه. لكن جرائم رجالة حمدتي بدأت تنتشر، فاضطر البشير يخليهم قوات رسمية تحت اسم قوات الدعم السريع، وبقى حمدتي القائد بتاعها، وخد رتبة عسكرية كبيرة من غير ما يعدي حتى قدام كلية حربية. سنة ورا سنة قوة حمدتي زادت وفلوسه كترت بعد ما سيطر على معظم مناجم الذهب. الرئيس عمر البشير كان مسميه حمايتي، وبقت قوات الدعم السريع جيش منفصل محدش يقدر يسأله عن حاجة. ولما حصلت المظاهرات في السودان، حمدتي قرا المشهد كويس وعرف ان ايام البشير خلصت، فتخلى عنه وراح له وقال له لازم تمشي. البشير رد وقال له انت خاين، وفعلا البشير مشي والجيش مسك السلطة. وطبعا بسبب قوة حمدتي بقى نائب رئيس المجلس العسكري الحاكم، بس هو كان عينه على الكرسي الكبير وطموحه انه يكون الرئيس، وبسبب كده عطل اي اتفاق في السودان ورفض دمج قوات الدعم السريع في الجيش. ولما الامور وصلت للنهاية قرر يعمل حرب اهلية ويحارب القوات المسلحة. بس الغلطة الكبيرة اللي هيدفع ثمنها غالي هي خطف جنودنا المصريين اللي كانوا في تدريب بالسودان.